السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الشاورما التحفه اللي بصراحه كل كبار وصغار بيحبوها. الشاورما انا عاملاها بطريقه حلوه جدا، عاملاها صينيه في الفرن كمان. طريقتها سهله جدا ولكن طعمها روعه. هتاكليها بشوكه، هتاكليها طبعا بالعيش بقى براحتك خالص. اول حاجه هنجيب البطاطس ونقطعها صوابع، صوابع تكون مليانه شويه كده. هجيب ميه بتغلي وهسقطها في الميه اللي بتغلي. مجرد ما انزلها في ميه بتغلي بخرجها على طول 3 دقايق بس. هفرد فوطه وانشفها بالفوطه، وبعد كده هدخلها الفرن على صاج. هرش عليه ملح، بابريكا، شطه بقى براحتك لو حابه، رشه زيت من فوق الوش بالفرشه كده، بلمع الفرشه البطاطس. ومن والصاج كمان كان عليه ورق زبده مدهون من الزيت، يعني ما اخدتش معلقتين 2 زيت، والله ما اخدت معلقتين. بعد كده هجيب البانيه، معايا نص كيلو من البانيه، وطبعا هقطعه شرايح رفيعه. هغسله كويس جدا بالميه وبالليمون وتمام التمام. بعد كده اقطعه شرايح وهستعمله شاورما. هنشوف التتبيله حلوه جدا جدا جدا، وانا بستعملها على طول، طعمها روعه وهتعجبك. هتعصري ليمونه 2 بقى براحتك خالص، وبعدين كوبايه من الزباين، ملح، فلفل اسود، بابريكا، وكمان دبس الرمان هيديله طعم جميل جدا جدا. حابه تحط صويا صوص تمام، حابه تحط ده وده تمام، بس انا بحط دبس الرمان. حلو قوي 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 في الشاورما، بيدي طعم جميل جدا، جربيه. هنا معلقه كبيره من دبس الرمان والزبادي والبهارات، بهارات فراخ بقى، تحطي ليمون والزبادي وتقلبي. يعني انا ما خليتهاش ساعه، تقريبا اقل من ساعه، واستعملتها على طول. عايزه تسيبيها ساعه ساعتين، بس هي بجد اقل من ساعه، واخدت الطعم الجميل وشربت من التتبيله الجميله دي، لانها هتتحط على النار طبعا، وهتشرب من التتبيله في الفرن كمان. سهله جدا، اسهل اكله واسرع اكله، وكل اولادنا بتحبها. تمام. هنا انا بقول لكم المقطع رجع تاني. هنعصر ليمون، ليمونه كبيره، ليمونتين تمام. القعده فيها افاده يا جماعه، يبقى هنعصر ليمون. معلش عشان ما انتجت الفيديو. آه نقول تاني، عصرت 2 من الليمونه على البانيه المقطع شرايح، وكوبايه من الزبادي، اي نوع زبادي. لو ما عندكيش زبادي ممكن تستعملي نص كوبايه لبن على نص كيلو البانيه، براحتك خالص برضو. هنا انا سبت معلقه واحده من كوبايه الزبادي، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. ممكن تضيفيها كلها، ممكن تضيفي نصها، براحتك خالص، بس انا حطيت معلقتين كبار زي ما حضراتكم شفتوا كده. وحطيت ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر. كويس ان المقطع اتعاد لان ما قلتش الكلمتين دول. وبابريكا، يبقى حطينا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، فلفل اسود. طبعا الزبادي بيديها طراوه وطعم جميل جدا جدا في الشاورما. ما عندكيش ممكن تستعيني بنص كوبايه من اللبن، اي نوع زبادي، اي نوع لبن، تمام. هنا دبس رمان. في حابه تحط صويا صوص، حابه تحطي الاتنين مع بعض. ساعات بحط صويا صوص ودبس رمان، وساعات بكتفي بحاجه واحده. لو ما عندكيش ده وده ممكن تحطي خل ابيض ومعلقه عسل اسود. هنا بقى جبت بصلايه، يا دوب دبلتها بس، تتدبل تتبيل بسيط، معلقه زيت واحده او معلقه سمنه سيان براحتك. وهضيف بقى الشاورما. انا هنا عندي الفلفل الالوان بفرزه، لما يكون عندي كميه كبيره بقطعه وادخله الديب فريزر، بستعمله في حاجات كتير. هسيبها بقى تشرب، هي نزلت ميتها الشاورما كلها مع الصوص اللي احنا عملناه وهتشربه. هنروح بقى نعمل التوميه. معايا كوبايه من اللبن. التوميه دي حلوه جدا، توميه بطريقه السوريين، جميله، عجبتني جدا جدا، بجربها على طول. كوبايه لبن عليها 2 معلقه من النشا على البارد، وهنقلبه كويس جدا. تمام، على نار هاديه، وهفضل اقلب، هستمر في التقليب علشان الشاورما ما تكلكعش ولا تخرز منك. وبعد كده انا جبتها وحطيت معلقه الزبادي اللي انا شلتها، وحطيت البهارات مش اكتر من كده. طبعا التوابل بتاعتك، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر.
هنا انا لما عملت المهلبيه فردتها عشان تبرد كده. لازم قبل ما تطحنيها في الخلاط تسيبيها تبرد، وانا نسيت اقول لك الخطوه دي. لازم المهلبيه تبرد وغطيها كده عشان ما تقشفش. يبقى عملنا زي مهلبيه لبن مع نشا بس. ولما عمل كده مهلبيه غطيته وسبته يبرد لحد ما خلصت بقيه الحاجه اللي بنعملها. وبعدين ضربتها بالهاند بلندر بزبادي بقى بلبن براحتك خالص، بس المهم ان انا حطيت خل وزبادي والبهارات. طبعا توميه يعني توم، بس انا بحب التوم البودر. هنا البطاطس خلصت اهي، جبتها من الفرن. شايفين دي طريقتي في تحمير البطاطس المحمره الصحيه. على طول فوق البطاطس على الطاجن كده، جبت البايركس حطيت البطاطس وحطيت الشاورما كله فوق بعضه. شايفين الطريقه سهله ازاي؟ وكمان هحط التوميه كمان فوق البطاطس. بس حلوه قوي قوي، هتاخدي منها وتحطي في السندوتشات، هتقطعي وتدي لاولادك. حابين يعملوها على رز ابيض حلوه برضو براحتكم. هتجيبي عيش الصاج بيتباع طبعا، وهتعملي سندوتشات كمان جميله جدا كريب. هنا معايا موتزاريلا بقى، هضيف على الوش قطع من الجبنه الموتزاريلا تاخد لون. كل حاجه مستويه، احنا عايزين نديها اللون الحلو والريحه والطعم الجميل. الشاورما دي حلوه قوي قوي قوي، جميله جميله، وكل الاسره حبتها وطعمها كان ممتاز. انا حابه اقول البايركس الازاز لازم تمسحيه كويس جدا عشان ما يتحرقش، لو اتحرق هيعذبك في الغسيل. انا بحب البايركس الازاز في كل حاجه، بس بمسحه كويس جدا على اساس لما يخرج من الفرن ما يكونش محروق ويتعبني في الغسيل. تمام، دي معلومه حبيت اقولها لك برضو. لازم تمسحي الحاجه الصينيه او البايركس، اي حاجه دخليها الفرن عشان ما تتعبيش. هقطع بقى في الاطباق كده، واللي معاه عيش بقى عايز سندوتش بيجي ياخد السندوتش بيقطع ويحط في العيش بيغمس بياكلها كده. انا عن نفسي كفايه البطاطس وهاكلها بالشوكه، لان هي كده صحيه، شاورما صحيه موجود فيها كل العناصر الغذائيه، فيها البروتين الفراخ، فيها البطاطس النشويات، فيها التوميه الجميله، فيها الروايح والطعم الروعه. اخدت الطبق بالشوكه، كان صحي جدا وممتاز. مش معنى ان احنا عاملين دايت مش هناكل شاورما، هناكل شاورما صحيه. عملت لكم الشاورما الصحيه، وان شاء الله هعمل لكم حاجات كتير كتير. انتظروني في وصفات صحيه جميله جدا جدا، وكمان اقتصاديه على قد ايديكم. ما تقوليش لا انا هعمل دايت، الدايت غالي، لا مش هعمل دايت، لا هنعمل وهناكل وهنستمتع بكل حاجه، لان في بدائل كتير. يعني بدل ما نحمر البطاطس وتشرب زيت قد كده، احنا حمرنا البطاطس بمعلقه زيت في الفرن وكانت طعمها تحفه. يعني انت لو عملتيها لاولادك حتى من غير دايت واكلتوها كده حلوه جدا جدا. لو عندك الاير فرايد حلوه برضو صحيه كمان، بس انا ما عنديش، بدخل في الفرن كل حاجه وبديها رشه من الزيت وبخرجها وبتبقى عالي العال. بجد طعمها لذيذ جدا الشاورما الصحيه. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والتعليق الجميل من حضراتكم، وكمان ما تنسونيش في الدعاء. وتابعوني على قناتي التانية امونة كاتشن، بنزل فيها وصفات حلوه كتير بس مش صحيه، هنا الصحيه فقط. يا رب وصفاتي تعجبكم، ويا رب طريقه الشاورما حلوه قوي. شايفين بطاطس مع الفلفل مع الجوسي بتاع التوميه، روعه لذيذه جدا. باي.